لو بتدفع من جيبك عشان تجيب التارجت وبتقول لنفسك هعوض من العمولة، فانت بتبيع لنفسك الوهم. بشوف مناديب كتير لما التارجت بيعلى عليهم بيبدأوا يحرقوا، بينزلوا يقولوا للعميل خد البضاعة دي وانا هظبطها. واوقات كتير بيدفعوا من جيبهم ويقولوا لنفسهم مش مشكلة هنعوضها من العمولة. وهنا انا عايز اقول لك على حاجة، انت مش اغنى من الشركة. الشركة بتكسب من مبيعاتها، والمدير بيحقق التارجت اللي مطلوب منه وبياخد بونص على ده، والعميل بياخد احسن سعر. وانت الوحيد اللي ممكن تلاقي نفسك دافع من جيبك عشان تحقق رقم على ورق. والاسوأ انك ممكن تفضل تعمل كده كل شهر لحد ما تكتشف ان العمولة اللي كنت فاكر نفسك هتعوض بيها طارت في الحرق. واحد يجي يقول لي طب انا اعمل ايه يعني؟ ما التارجت عالي عليا والشركة ظلماني فيه. مبدئيا كده مش كل تارجت عالي معناه ان الشركة غلط، لان التارجت المفروض بيكون مبني على اسس وعلى فرص حقيقية في السوق. لكن لو التارجت بيتزود كل شوية من غير نمو حقيقي في السوق ولا عملاء جدد ولا مناطق جديدة ولا فرص بيع اضافية، فهنا لازم تقعد مع مديرك وتسأله التارجت مبني بناء على ايه؟ وانت كمدير لو بتزود التارجت كل شوية لمجرد ان مندوبك حقق لشهر واحد، فانت كده مش بتطور الاداء، انت كده بتدمر المندوب نفسيا وبتخليه يفكر في الحرق. وكلمتين بقى لكل المناديب واعتبرهم من اخ لاخوه، اوعى تدفع من جيبك عشان تثبت انك شاطر. ولو الشركه بتحرقك وظيفيا وما بتستفادش منها ولا ماديا ولا بتتعلم حاجه ولا حتى بتكبر مهنيا، يبقى لازم تدور على مكان احسن في اقرب وقت، لان الشغلانه المفروض تكبرك مش بس تستهلكك. قول لي بقى، لو انت مندوب عمرك دفعت من جيبك عشان تحقق التارجت؟ ولو انت مدير شايف ان ده اجتهاد ولا استسهال للمندوب، ولا دي علامه ان التارجت فيه مشكله؟ اكتب لي رايك بصراحه.